الدول قصدي الدول الاسكندنافية ماشي، النرويج والسويد. ونتزحلق على الجليد. لا يا حاج، تعملي ايه يا لوز؟ بتفرج على واسلاماه، فاكره؟ الا فاكره وده يتنسي؟ واكلم مين لما احب اخاطب الشعب المصري؟ تخيل لو بيتعمل دلوقتي كانوا هيقولوا الكلام ده ازاي؟ كان هيدخل ويقولك ايه؟ ورد مورنينج عليكم يا اخوانا، هو مين الكبير هنا يا حلوين؟ اكلم مين لما احب اخاطب شعب مصر؟ معايا رسالة من هولاكو خان. فل مورنينج عليك يا اخويا، اللي هو انت مدرتش، ما انت جاي عشان عارف ان الكل فلسع. هو هولاكو ده كان مين يا هولاكو؟ ده انتي ما عدتيش على ابتدائية ولا حتى فاكرة في الفيلم انه حاكم المغول. مش فاكرة على فكرة. يخرب بيت التعليم المجاني والخاص والدولي، احنا بنضيع. انت بتقول ايه؟ الست بتقول لي مين هولاكو يا جدعان؟ اللي عارف مين هولاكو يا اخوانا ينزل ينور القناه من زرار الاشتراك الاحمر ويفعل الجرس عشان خاطري، عشان اوريها واسمعها مين هولاكو. يا سلام. طب واللي ما يعرفش بقى يعمل لايك يا اختي، يعمل لايك عشان هساعدكم وابعتكم محو الاميه من جديد. انت عارفه وقت المغول والتتار كان برضو في حاجه اسمها الفايكنج. ايوه عارفاهم دول كويس. طب ما تيجي نشوف مين فيهم كان اشرس من التاني، ايه رايك؟ ماشي. الأصول قبيلة ظهر اسمهم في وسط القبائل البدوية اللي في شرق منغوليا، اللي هم عارفاهم، اللي هم المغول، صح؟ صح، قبائل وثنية بتعبد الشمس والكواكب، وكان بينهم وبين التتار مناوشات وخناقات لحد ما جيش جنكيز خان دمج الاتنين في القرن ال13 وبقى الجيشين ايد واحدة يا بهجت. تمام كده، وبنوا دولتهم على الغزو والتوسع والسطو، وفضلوا ينتشروا ويتوغلوا وينتشروا ويتوغلوا وينتشروا ويتوغلوا، والقبيلة الصغيرة بقت من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ في المنطقة. وصل لحكمهم مين؟ هولاكو طبعا، علي كنو، اللي هو حفيد جنكيز خان، واللي كان مهووس بالحضارة الفارسية لدرجة إن أغلب مستشاريه ومعاونيه كانوا من الفرس. على فكرة التتار عاشوا في آسيا غرب ووسط روسيا لحد كازاخستان، وليهم لغة مختلفة عن المغول، بيتكلموا تركي لكن ليهم عادات وتقاليد شبه المغول شوية. كانوا بيقولوا يعني جونايدم وكده والحاجات الحلوة دي. ما اعرفش، ده مسلسل مهنا تقريبا. هولاكو بقى كان عليه 3 مهمات أساسية: إنه يستولى على قبيلة اسمها اللير مكانها في جنوب شرق آسيا، وما تسأليش لا مين ولا ليه ولا فين، هي كده. ماشي حاضر، مش سألة. المهم بقى يقضي على طائفة الحشاشين. هنهرج بقى هنا؟ لا والله اسمهم كان كده عشان الجماعة دول كانوا بيعملوا عمليات انتحارية واغتيالية تحت تأثير الحشيش. ده ايه ده، في ايه؟ والتالتة انه يخضع الخلافة العباسية اللي هي بغداد، ومعاها طبعا الدول الأيوبية في الشام والمماليك في مصر، وكانت البلاد يا اما تستسلم فطبعا يستولوا على خيراتها، يا اما وشك ما يشوف الا النور. برضه بيقضوا على الاخضر واليابس. عشان كده جدتي كانت بتقولي دخلتي على التلاجة زي التتار. خلصت. بالظبط كده. ايوه خلصتي على اللي فيها. هم بقى كانوا بياكلوا الاخضر واليابس. قولي لي بقى، تعرفي حاجه عن الفايكنج؟ ايوه، ما انا قلت لك الفايكنج بقى يا سيدي من شمال اوروبا، الدول الدول الاسكندنافيه. ماشي، النرويج والسويد. ونتزحلق على الجليد. لا يا حلو، والدنمارك وايسلندا كانوا في الاساس بحارين وتجار، غزوا واستعمروا بلدان اوروبيه كتيره. انت عارف الاول ان كلمه الفايكنج دي يعني قرصان باللغه الاسكندنافيه. معلش. ماشي، انت معفيه من الكلمه دي، ما تقوليهاش طول ما احنا في السكريبت، ما تقولي. قولي لي ماشي. عشان كده كانوا شطار في الملاحه البحريه، فساعدتهم يغزوا على سواحل بلاد حواليهم زي انجلترا وفرنسا. ايوه الله ينور عليك. ومن هنا ابتدوا يعيشوا لهم يومين وثنيين زي اصحابك المغول، وبرضه سرقوا ونهبوا لحد ما استولوا على الاراضي الجديده. بس كده ابتدوا يندمجوا في البلاد اللي استولوا عليها، واتجوزوا وخلفوا وعاشوا فيها، بقوا فلاحين عادي وتجار طبيعيين عادي بقى يعني. مش عارف، احساسي ان النقطه دي للمغول. 1-0. وهو لو كانوا حاربوا بعض مين الاجمد اللي يكسب؟ بص يا ستي، بالنسبة لتكنولوجيا الحروب
الفايكنج كانوا مشاة، صحيح عدد لا بأس به من المشاة، بيغزوا البلد من البحر واللي يلاقوه يحاربوا بيه. أسلحتهم كانت فؤوس، دروع، عندهم استراتيجيتهم المنظمة في تحديد أماكنهم ونظام الكر والفر والمخابئ بتاعتهم. بس بقولك أظن يعني إن المغول كانوا متطورين عن الفايكنج. المغول وتتار مولودين فرسان، جنود متدربة ومعهم أسلحة زي الرماح والأسهم وأعدادهم بمئات الألوف. بس لاحظي، المغول الفرسان دول كانوا بيقعدوا فوق الأنهار المجمدة بالخيل، لكن الفايكنج كان لازم يبحروا من بلد لتانية في الشتاء. كانوا بيشيلوا مراكبهم ويمشوا بيها من شط للتاني، ده ممكن يشيلوا مراكبهم ويعدوها من فوق جبل عشان ما يعدوش على كمين. تبقى نقطة للمغول. اتنين صفر. أوكي ماشي. شوطة تاخدهم هما الاتنين. أنت بتقول إيه؟ أرض المعركة. لو الحرب كانت على أرض المغول كانوا طبعا كسبوا المعارك بقوة عدتهم دي ونشنوا عليهم من بعيد بالسهام والحراب وهم على الحصنة. وقول على الفايكنج يا رحمن يا رحيم وهم قاعدين مربعين رجليهم كده ومن غير مجهود وهو سايبين ايديهم كده. أظن النقطة دي للمغول. ما تستعجلش قوي كده، عشان لو الحرب على أرض الفايكنج كانوا هم اللي كسبوا. ليه بقى إن شاء الله؟ هقولك، علشان متعودين على قلة الموارد بطبيعة الحال في أرضهم وأسلوب حرب العصابات بتاعتهم. كانوا زمان المغول تعبوا من قلة الموارد علشان مش هيلاقوا يأكلوا جيشهم الكبيرة. وكمان في حاجة تانية، اشجيني يا ستي. الفايكنج كانوا هيستغلوا الليل ويهاجموا المغول لما ما يكونوش بكامل استعدادهم بعدتهم والخيل بتاعتهم. طبعا شغل عصابات بقى، ولا ايه رأيك؟ ممكن برضو معاكي حق. يبقى النقطة دي للفايكنج. 2-1 لصالح المغول. بس قوليلي، مش ملاحظة حاجة؟ غير يعني ان اتنين همجيين وبربر كده في روحهم. ايوه هما كانوا. ايوه استنى هقولك، انا الاتنين اثروا في الاماكن اللي استولوا عليها، صبغوا المنطقة بطريقتهم وشكلهم، والاتنين كانوا طماعين شارهين بالتوسع على حساب القبائل والبلاد التانية. وكمان استقروا في البلاد دي، قاموا بالتجارة والشغل عادي بقى مع باقي المجتمع. الاتنين حكموا بالرعب والخوف ودمروا البلاد اللي بيستولوا عليها وهدموا البيوت وقتلوا الناس. بربر فعلا زي ما قلتي. ايوه. هاتهم شوطة تاخدهم تاني. احنا النهارده صوتنا للمغول، انتوا صوتكم لمين؟ هيظهر قدامكم على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. Enjoy!